في كركوك هذه قائمة بأسعار اللحوم الحمراء معلقة داخل محال الجزارة، هي مخرجات الاجتماع الأخير بين دوائر الأمن والصحة والتجارة والقائم مقامية الرامية إلى خفض الأسعار وعدم رفعها وفق الأهواء الشخصية. متابعتنا الأسواق لمتابعة أسعار اللحوم، وسوف يتم اتخاذ إجراءات القانون بحق المخالفين ويحالون إلى القضاء لينالوا جزاهم. لم يتوقف الحد عند متابعة الأسعار قبل شهر رمضان، بل تخطاه إلى تفحص المواد المخزونة والمعروضة لبيان صلاحيتها للاستخدام، وهذه العينة من الدجاج يتم مصادرتها لتتلف لاحقا. ولاحظنا هناك بعض الأسواق يبيعون دجاج ولكن تاريخ ماله رايح، واحنا كرقابة تجارية قمنا بإتلافه. عندنا مخالفة حسب القانون الصالح عامة، عندنا الغرامة، إذا شفنا المخالفات أكثر راح نحيل للمحاكم وغلق المحلات الغير ملتزمة بالشروط الصحية. الجولات الرقابية تتوسع آفاقها لتشمل حتى المخابز، وتعهدات تؤخذ للمخالفين قبيل تحويلهم إلى القضاء. كما تدعو مديرية الأمن الوطني المواطنين إلى الإبلاغ عن أولئك الذين يتلاعبون بأسعار المواد الغذائية واللحوم الحمراء ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. من كركوك محمد صغير، العراقية الإخبارية.